أبدع بك ترجاك يا فاهم بسري والعلن، يا عالم المكنون يا من تشفي الجسم العقيم. من غيرك أنت الله لا ضاقة لمن نشكي، لمن أنت إله الكون وأنت مالك الملك العظيم. يقول حلمي يا حروفي سجلي شعري علن، وعبري عن وضعي الحالي وما هو من قديم. يا مركز الإرسال بلغها ووصلها لمن له دور متعاطف مثالي للمواطن والمقيم. ما شافت الأعيان يا حلمي على مر الزمن مثل الأمير فيصل أمير المنطقة نجم القصيم. قصيدة كتب كلماتها الأخ حلمي عبد الله سعد سرحان من محافظة تعز المقيم في المملكة العربية السعودية. القصيدة أهداها وأرسلها خاص إلى سمو الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، تعبر عما فيها. أيضا شكر وتقدير لإسهاماته ودوره الفاعل. نرجو إسماعكم وشكرا. أداء أخوكم الشاعر رضوان المقدسي. تلفون 7700799615. دعبك ترجاك يا فهم بسري العلن، يا عالم المكنون يا من تشفي الجسم العقيم. من غيرك أنت الله لا ضاقت لمن يشكي، لمن أنت إله الكون وأنت مالك الملك العظيم. هذا رجائي فيك يا ربي ولي فيك الفضل، يا صاحب القدرة ويا من تحيي العظم الرميم. خاب من يلجأ إليك وقت الرخاء وقت المحن، ما خاب فيك الظن لاوه للكهف وأصحاب الرقيم. ما خاب من يلجأ إليك وقت الرخاء وقت المحن، ما خاب فيك الظن له للكهف وأصحاب الرقيم. يقول حلمي يا حروف سجلي شعري علن، وعبري عن وضعي الحالي وما هو من قديم. يا مركز الإرسال بلغها ويوصلها لمن له قلبي متعاطف مثالي للمواطن والمقيم. مركز الإرسال بلغها ويوصلها لمن له قلبي متعاطف مثالي للمواطن والمقيم. ما شافت الأعيان يا حلمي على مر الزمن مثل الأمير فيصل أمير
المنطقة نجم القصيم. ما شافت الأعيان يا حلمي على مر الزمن مثل الأمير فيصل أمير المنطقة نجم القصيم. منه رجل مشهور بالسمعة وبالصيت الحسن يستاهل التقدير ما يا صاحبي القلب الرحيم. رجل مشهور بالسمعة وبالصيت الحسن يستاهل التقدير ما هبت رياحين النسيم. سلم له المكتوب ويشرح له همومي والحزن عندي طلب ما ظن مشعل يرجعني عقيم. سلم له المكتوب ويشرح له همومي والحزن عندي طلب ما ظن مشعل يرجعني عقيم. أنا هنا يا سيدي في مملكة أغلى وطن أرض الرخاء والخير دايم والحضارة والنعيم. والدي يا سيدي تعب وساكن في اليمن ما فادها وصاف الأطباء والعيادة والحكيم. سلم له المكتوب ويشرح له همومي والحزن عندي طلب ما ظن مشعل يرجعني عقيم. أنا هنا يا سيدي في مملكة أغلى وطن أرض الرخاء والخير دايم والحضارة والنعيم. ووالدي يا سيدي تعب وساكن في اليمن ما فادها وصاف الأطباء والعيادة والحكيم. والقلب ويسكر أصابه مس جسمي والبدن وكلما يا شيخ عالجناه ما يخرج سليما. لها يا سيدي قد رق قلبي لك وحن تعمل معي معروف يدخل والدي فترة يقيم يدخل زيارة بس من أجل العلاج فترة ولن يخيب ظني في سمو فيصل أمير والزعيم. أهل الوفاء والجود والمعروف والصيت الحسن هذا الخلاصة في يدك يا صاحبي القلب الرحيم. والختم صلى الله على طه النبي جد الحسن طبشا محمد صاحب الإخلاق والخلق العظيم. طبشا محمد صاحب الإخلاق والخلق